أريد أن أوضح للجميع أن قبائل اليمن الذي تتوافد للريان من أجل موقف دهم وربيعتهم، والناس صابرة في الريان على الظمأ والعطش والحر من أجل هذا القضية، قضية قبلية لا هي سياسية ولا أمي ولا جدتي. وكل قبائل اليمن ودهم يصرفوا من جيوبهم، وكل قبيلة وكل شيخ يصرف على وجهه ونخوته وشهامته. لا يوجد لمطارح الريان أي دعم حكومي أو حزبي أو من التحالف، لا يوجد أي ارتباط للحكومة أو تحالف أو دعم لهذه المطارح أبدا. القضية قبلية على الشهامة والعرض والكرامة. قبيلي ابتلى في بيته بامرأة جاءته ملهوفة، أخذوها من جنبه وهي ربيعته، ولحقت فدغم ودهم وقبائل اليمن، والناس منكفة على هذا الأساس. ولا يوجد لهذا القضية أي دعم سياسي أو حزبي أو حكومي، فقط دافع قبلي لنصرة هذا الشيخ العربي الأصيل بن فدغم، عليه الحرام انه من العرب الأقحاح، وعدالة قضيته والحفاظ على مروءة وشهامة ما تبقى من مكارم الأخلاق في قبائل اليمن. الموضوع والقضية قبلية خالصة ومعروفة للجميع. القبائل دي تصرف من جيوبها على هذا الموقف، لا يوجد دعم ولا ممول، فلا أحد يسيس القضية أو تنطلي عليكم تزييف إعلام صنعاء. الجديد أن الوساطة فشلت، والحوثيين تعنتوا ورفضوا تسليم ربيع الدهم ولحيقة فدغم ولحيقة قبائل اليمن، رفضوا تسليمها وإخراجها. الآن إذا أرادوا حقن الدماء تلافوا الموقف، ولا أقسم بالله أن القبائل متعطشة لخوض هذه الحرب لنصرة هذه المظلمة. حرب بتشوفوها فجأة من الداخل ما يخرج مسمار من الجوف، والله ما يخرج من الجوف مسمار، والقبائل ما بتصل إلا وقد حمراء العيون أتقاطبوهم في صحاري الجوف في الداخل. القضية قبلية عن الشهامة والشرف والعرض. كل مشايخ الجوف حتى القيادات منهم الذي مع الحوثيين متذمرين وقلوبهم مع فدغم وقبائل اليمن في هذا الموقف، حتى وإن رأيتم هم يصفوا مع الحوثي، لكن لقد قرحت سيوفهم معنا ومتعاونين بشكل لا يتوقعه أحد. والحوثيين بيتفاجئوا بناس معهم وفي صفهم، وقت انطلاق الشرارة بتجيهم القوم من حيث لا يعلمون. في الجوف بتشوفوا أمور ما تتوقعوها، لكن يجب إسناد القوم وإسناد هذه المطارح القبلية من الرجال أعمال في كل الدول. الموضوع قبيله، على الأقل يساند الواحد القضية بجهده وماله. القضية شرف وعار وكرامة ما تبقى لقبائل اليمن وسمعة الشعب اليمني، ما تبقى له من مكارم الأخلاق، هو العرض والشرف والناموس. والموقف الآن حامي، والآن بدأ الترتيب، وبتشوفوا علم شافي يطيب خواطركم في القريب العاجل في الجوف وغير الجوف.